كم تبدو قاسية كلمة يتيم، تجد فيها من الحزن ما يكفي لأن يجعلك تبذل ما بوسعك لتقدم لهم شيئا يرسم فرحة على وجوههم ويخفف من آلامهم. كم تبدو قاسية كلمة يتيم، تجد فيها من الحزن ما يكفي لأن يجعلك تبذل ما بوسعك لتقدم لهم شيئا يرسم فرحة على وجوههم ويخفف من آلامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري المحترم، أقامت قيادة الفرقة الأولى بالتنسيق مع علاقات وإعلام القيادة ومأمورية التموين والنقل هذا اليوم أمسية رمضانية حضرها السيد قائد الفرقة الأولى وعدد من ضباط الفرقة وقسم العلاقات والإعلام
هذه ليست المبادرة الأولى التي تقوم بها قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وإنما سبقتها مبادرات كثيرة في الجانب الإنساني. اليوم التقينا بعدد كبير من الأطفال الأيتام وشاركناهم بمأدبة إفطار جماعية تخللتها توزيع عدد من الهدايا وكسوة العيد لهذه الشريحة. الشرطة الاتحادية إن شاء الله سوف تستمر بهذه الأعمال الإنسانية إضافة إلى واجبها الأمني في حفظ الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. تشرفت الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإقامة مأدبة إفطار جماعية لأحد دور الأيتام ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الأولى. شملت إقامة مأدبة إفطار جماعية وتوزيع سلات غذائية بالإضافة إلى ملابس كسوة العيد. تأتي هذه المبادرات بإشراف مباشر من قبل السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية المحترم ومدير الإعلام المحترم وقائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية للاطلاع على أحوال الأطفال الأيتام ودور المسنين وعوائل الشهداء والجرحى طيلة فترة شهر رمضان المبارك، وستليها إن شاء الله زيارة في عيد الفطر المبارك لعوائل الشهداء للاطلاع على احتياجاتهم. طبعا والله أنا تابعت نشاطاتكم هواية، وبالأخص من استلمتوا الملف الأمني بمنطقتنا بجميلة. اجت عدة زيارات إن للدار، اتصلوا على العمل مال الدار، على أحوال الدار، على نشاطاتنا اللي موجودة بالدار. فشفت أكو انتباه من القوات الأمنية خاصة من الشرطة الاتحادية على هذه الأمور. واليوم احنا بضيافة الشرطة الاتحادية قدموا هدايا للأيتام، إنه حاسين بالطفل اليتيم، بالطفل العراقي اللي محروم موجود عندنا. وإن شاء الله هذه مو أول عمل لكم، أنتم أعمالكم هواية وما شاء الله يعني خير وبركة، وإن شاء الله دائما مستمرين بهذا بالتألق الدائم بإذن الله تعالى. الشكر الجزيل لكم، وإن شاء الله كل عام والعراق بألف خير وأهلنا الطيبين والأمن والأمان يعم على بلدنا الآمن إن شاء الله.